دار وكيشدهم يبيعهم لطلاب اخرين. لا ماشي غير هادشي، ما حنا عارفين باللي هولمز كان ذكي بزاف، كان كيمشي يقيد دوك الناس اللي ميتين في التامين وكيمشي ياخذ التامين على الموت ديالو. زيد لك مع اخوان. المهم هولمز دوز دوك العوام ديال القرايه غير خدام على راسو وتيقرا. هولمز من بعد ما تخرج من الجامعه بدا كيدور من مدينه لمدينه باش يلقى خدمه، وتقريبا كاع الخدامين اللي خدم كانوا في الفرماسيا. ولكن كان بلان اخر كيطرا في المدينه فين كيمشي. هو بنادم كيبدا يغبر ليه الاثار. نسيت ما قلتش لكم باللي هولمز كان كيعرف يهضر مع الدريات، الشيء اللي كان مخليه حاكم هذيك الوقت، واي وحده ضربت له في الراس كان كيهضر معاها، كلمه جوج كيولي طرف من حياته، واغلبهم كانوا لاباس عليهم. المهم في عام 1886 هولمز غادي يمشي لشيكاغو وغادي يخدم تما في واحد الفارماسيان عند واحد الطبيبه اللي سميتها هولتون، وهنا غادي يبدا يخدم سميه جديده اللي هي H هولمز. هاد هولتون كاين اللي كيقول باللي راجلها غادي يموت من بعد مده قصيره ما جا هولمز، الشيء اللي غادي يخليه يبقى خدام